السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. ترحب بجميع المشاهدين والمشاهدات، لا من المشاركين القدماء أو المشاركين الجدد. أنا نقول لكم مرحبا وألف ألف ألف مرحبا. دونك البنات اللي تشوف الفيديو لأول مرة ما تبخلش عليا بالضغط على زر صابوني وعلى الجرس باش توصل كل ما هو جديد من قناة بيوتي باي خديجة. دونك البنات لهنايا باش ما نطولش عليكم ندوزو الوصفه ديالتنا. الوصفه هذه البنات السحريه، اللي تنقول لكم النصيحه الاولى والاخيره، وهي تمهلوا عليها على جوج اسبوع حتى ثلاثه اسابيع، وغتلاحظوا الفرق الكبير 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 البنات اللي عندهم بدايه التجاعيد نتاعهم. هذه وصفه فعاله. دونك هنا انا نوضح لكم هذا الماسك، ولكن قبل ما نشرعوا في هذا الماسك هذا نقول لكم بعجاله قبل ما ديروا هذا الماسك تديروا واحد الماء دافئ، تديروا واحد زليفه هكايا تديروا فيها شويه الماء دافئ وتضيفوا لها ملعقه كبيره د العسل، وتتخلطوا هاد المكونين بجوج الماء والعسل، تتخلطوا مزيان مزيان وتبقاو تشلوا به وجهكم هكايا باش تنحيدوا لهذوك الاوساخ اللي عندنا في وجهنا، باش نفتحوا هذيك المسامات اللي عندنا في الوجه باش بهكذا. هاد الوصفه اللي هنديروها تخرج لنا بواحد النتيجه 100% فعاله. دونك البنات قبل ما غنشرحوا نديروا هاد الماسك هذا تنستعملوا الماء والدافئ مع العسل وتنغسلوا به وجهنا، نغسلوا ونعاودوا نغسلوا ونعاودوا نغسلوا حتى نكملوا هذيك الزليفه ديالتنا اللي فيها الماء والعسل. دونك من بعد البنات من بعد ما تنظفوا وجهنا مزيان 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 بالماء والعسل، تنظفوا مزيان، تنشرعوا بهذا الماسك هذا اللي مكون لنا من 4 ديال معالق كبار ديال الدقيق الابيض او الفرينه. عندنا هنايا 2 معالق د العسل البنات الحر، الا لقيتم الافضل خذوا العسل الحر. وعندنا الاصفر البيضاء كذلك البنات، الا كان عندكم من الافضل ديروا بيضاء بلديه. هنا حاجتنا بالصفر تاع البيضاء. وهنا عندنا 4 المعالق كبار ديال الحليب، 4 المعالق ديال الحليب. صافي غنشرعوا البنات. شنو غنديروا؟ هادو اللي عندنا فيه الطحين كنضيفوا له الحليب، نضيفوا له البيضه، اي جميع المكونات نضيفوها على الدقيق، وهنضيفوا العسل. عرفتوا البنات المنافع ديال العسل الحر روعه. انا تنصحكم البنات قبل ما انا تنقولها ونعاودها البنات، قبل ما تبداو تشرعوا في هاد الوصفه هذه غسلوا وجهكم بالماء الدافئ وملعقه العسل عاد باش نديروا هاد الوصفه. دونك صافي تنخلطوا هاد المكونات، ومن تستعملوها البنات تخليوه 30 دقيقه اي نصف ساعه البنات ديروه. و شنو نقول لكم، خذوا الراحه ديالتكم وعطيو الوقت نفسكم. هانتوما كما كتلاحظوا ما قطعتش انايا الفيديو باش تلاحظوا القوام ديال هاد الخيمه. شتي تجينا بحال الكريم.
نعاود نخلطو مزيان باش جميع المكونات تندمج بعضياتها. صافي. الريحه ديال العسل الحر كيعطيها البنات. صافي. من بعد البنات تناخذوا واحد الفرشه باش ما نضيعوش حتى حاجه. صافي تناخذوا القليل منه وتنحطوها البنات، تنحطوه في الوجه ديالنا هكايا بواحد الكميه عفوا واحد الكميه هكا تتكون شويه، شتيو تتكون شويه غليظه، ماشي تنديروها هكايا حتى تدبل لنا الجلده، لا نديروها هكايا بواحد الطبقه شويه تكون شويه وافيه شويه. صافي هكذا. بحال هكذا. صافي. ومن بعد دوز البنات 30 دقيقه خذوا عطيو الخطر لي ماسك اللي تتصاوبوهم، عطيوهم الخاطر، ماشي دوزوا واحد 5 دقائق وتمسحوهم، لا عطيو الخاطركم 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه البنات، وتحس باش هاد جميع المواد يتنفع بها الجلد نتاعنا. هذا هو اللي حنايا خصنا نستنتجوه من لي ماسك ديالنا. خص المفعول ديال الماسك خصنا نشوفوه بعينينا. صافي. من بعد البنات من بعد 30 دقيقه تنشدوه هكايا، تنغسلوه بالماء الفاتر، ومن بعد من تنغسلوه كامل الوجه كامل تنعاودوه بالماء بارد. تنعاود البنات في الاول تغسلوه بالماء دافئ ومن بعد تغسلوه بالماء البارد، ومن تغسلوا البنات وتساليو صافي ديري لا كريم ديالك المعتاد ديالك اليومي او الليلي وصافي. هذا ما كان. ومن بعد البنات انا نعطيكم واحد المرطب اللي ديروه بالليل اللي حتى هو رائع 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 البنات بالنسبه للتجاعيد. نخليكم ندوز نشوفوا الوصفه الثانيه. الوصفة الثانية البنات وهي عبارة عن مرطب بالنسبة للسيدات اللي عندهم البداية ديال التجاعيد. هنا هذه الوصفة هي كذلك البنات عرفتيو ياغورت طبيعي، راه رائع 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 البنات. يمكن لك ديريه الماسك ويمكن لك تمسحي به كمنظف بالليل، ولي تغسلي بالماء والصابون نظفي بمسحي بالياغورت الطبيعي. وصدقينا البنات جربيها وردوا عليا في الكومونتير كما تنقول لكم دائما. انا الوصفات البنات كما تنقول لكم دائما ما بغيتش نعاودها ونكررها تاني، وصفات مجربه وعاد باش تنزلها لكم في القناه. دونك البنات هذا المرطب الليلي حاجتنا بملعقه كبيره ياغورت طبيعي كامل الدسم البنات اللي مادات دسمه طبيعي، وهنايا عندنا ملعقه كبيره العسل الحر. تنأكدوا نعاود البنات العسل الحر. صافي هادو هما المكونات اللي عندنا البنات. ناخذوا هاد الياغورت او الزبادي تنضيفوا ليها ملعقه كبيره ديال العسل، هكذا وتنخلطوا. صافي من بعد من تنخلطوا البنات نوضعوه على الوجه ديالنا اللي تنكونوا ديجا غسلناه بالماء والعسل، الماء الدافئ والعسل لمده 10 دقائق. تنظفوه مزيان ومن بعد تنوضعوا هاد الوصفه هذه وتنخليوها كذلك واحد الوقت اللي تنخليوه باش يمتص لينا الجلد تاع وجهنا
هاد الياغورت الطبيعي والعسل اللي راه المنافع ديالهم البنات زعما لا تحصى. دونك تنقول لكم باش البنات ومن بعد ما دوز 30 دقيقه حتى ل 20 على حسب اللي بغيتو. وانا تنصحكم البنات تاخذوا واحد الوقت اللي باش تنفع البشره نتاعنا بهاد الوصفات اللي تنعطيكم واللي تتكون اكيده 100%. دونك صافي البنات من بعد تدوز 30 دقيقه تتغسلوه بالماء الفاتر ويا بخي تتغسلوه بالماء البارد. ومن بعد يمكن لكم ديروا المرطب الكريم ديالكم المعتدل الليلي. دونك البنات تنتمنى هاد الوصفات نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في الكومونتير البنات. وتنشكر جميع المشاهدين والمشاهدات وتنقول لكم الى فرصه مقبله ان شاء الله. مع السلامه في فيديو مقبل بحول الله.